النوم فترة بقيمة خاصة لدى الإنسان يستريح من عناء يوم كامل من العمل والتوتر والإرهاق، وفي المقابل هناك من ينكر حق نفسه في النوم لبضع ساعات كاملة رغبة في الانتهاء من مسؤولياته أو أغراضه اليومية، ولهذا أعراض مرضية. وبين هذا وذاك احتفل العالم أمس باليوم العالمي للنوم للتذكير بأهمية النوم ومدى حاجة الإنسان إليه. الروبورتاج لعبد الفتاح مؤمن. هل أصبح استعمال مثل هذا المنبه ضروري للكثيرين الذين أصبحوا يتخذون من الأماكن العمومية مكانا للنوم؟ الإنسان علميا يجب أن يمضي ثلث عمره في النوم. اليوم أصبح المعدل أقل بكثير من ذلك. مزيان في الليل، عندي مشكل بحال بالك عندي شي مشكل بالنهار، في لو سوار كنعس حتى 12 ومن بعد راسي كيبقى دو 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 حتى ديك جوج ونص 3 بارفوا 5 اور دو ماتان. عاد كنعاود نعس، ولكن النهار اللي كيكون عندي بحال هكذا سي تو تافي نورمال. بالنهار ما تنكونش اليز، تنكون ديبري، تنكون معصبه. تنعس تقريبا من 12 ديال الليل حتى 7 ديال الصباح تنفيق. كيفاش كتفيق؟ تنفيق بحال مثلا سا ديبون على حساب الا تعشيت خفيف ولا كاع ما تعشيش. الا درت غير مثلا كاسكروط جويه ديك 5 6 وما تعشيش تنوض عادي. اما الا مثلا تعشيت كانت شي سيريموني وكليت فيها مزيان ولا شي حاجه ما تنفيق شويه ان بو ديرونجي. الناس اللي ما عندهمش نوم مضبوط ولا متوازن تيقدروا يكون عندهم يعني ريسك باش يكون عندهم ارتفاع في الضغط ولا داء السكري ولا يكون عندهم سمنه. ثانيا يمكن يكون عواقب في خلال اليوم تكون الانسان سومنولون. تكون اختلاف طبيعة العمل بين الليل والنهار شكل آخر لاضطراب النوم. كنخدم الليل يعني تنوي سور دو ليله وليله لا يحيى ليله ما تنعش فيها مزيان، والليله الاخرى يعني تنريكيبي فيها تنعس شويه، ولكن بارفوا انا ما تيجينيش نعس نورمال، يعني خاصني ناخذ انسومنيفير باش نقدر نعس. ماكسيموم 4 سوايع في النهار هذه. كيفاش كدير؟ كنوض عادي ولا من تقريبا من اكسلونطون بحال هكا، يعني 4 سوايع ماكسيموم كاع حتى 6 سوايع لا جات فيها كنوض عادي. بفاس مثلا أحدثت وحدات للنوم بالمستشفيات، الهدف البحث عن حلول علمية لتفادي مضاعفات ظاهرة تهدد في العمق صحة وحياة الكثير من الناس. جد إيجابية، بحيث أن نقدر نقولوا أن أكثر من 90% ديال المرضى كاين استجابة، بحيث أنه من تخيل الإنسان اللي كان كينعس في أي مكان وكان كيتقلق، كاين حالات اجتماعية اللي كانوا وصلوا للطلاق، كاين حالات مع الجيران ديالهم وصلوا للمحاكم، كاين وصلوا للاكتئاب، وكيوقع واحد التغيير جذري في الحياة تاع الإنسان. فهذا بحد ذاته كيتطلب أننا نقوموا بمجهود كبير من الناحية هذه. القلق، الضوضاء، تناول المنبهات، سوء التغذية، التقدم في السن، كلها عوامل تؤدي إلى الأرق، ويبقى الشاخير أول مؤشر على بداية مشاكل عدم انتظام النوم.